النهارده هنجاوب على سؤال: هل ال AI هينافسني؟ هل الذكاء الاصطناعي هينافسني كفويس اوفر او مدبلج؟ اهلا بيكم. معكم مروه الابياوي، مدربه الدبلاج والتحدث الجماهيري. عايزه اقول لكم ان الذكاء الاصطناعي مش ممكن ينافسك. ليه؟ لان انت اللي مصمم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اول حاجه هيكون في تعاون بينك وبينه. هو ممكن يساعدك في البحث عن سكريبتات، هو ممكن يساعدك في توصيف النص، انك تبدا تظبط النص في النحو، في التشكيل، بس برضو ما تعتمدش عليه 100%. لازم يكون عندك معرفة ولو بسيطة عن النحو. الذكاء الاصطناعي مش ممكن ابدا يحل محل البشر، لان الجانب الانساني مش ممكن نستغنى عنه. ليه؟ لان الجانب الانساني اللي فيه مشاعر، المعلق الصوتي بيعطي مشاعر، اما الاي اي مش هيديني مشاعر، هيديني monotonous voice، يعني صوت على وتيره واحده. وعايزه اقول لكم ان الصوت على وتيره واحده الناس بتمل منه جدا. هو ممكن يكون مساعد لبعض الناس في مجال الهندسه، في مجال زي الرد الآلي. وعايزه اقول لكم كمان الرد الآلي دلوقتي الجمهور بقى يحب ان يكون فيه انتراكشن، يكون في المساج اللي بتقدمها تفاعل. عايزه اقول لك ما تخافش ابدا من الذكاء الاصطناعي، لان مش ممكن نستعيض عن الجانب الانساني او البشر. ليه بقى؟ لانه عندنا الورد الصناعي، بس في مقابل في محلات للورود. عايزه اقول لكم ممكن تدخل تدفع كام الف عشان تجيب بوكيه ورد. هل انت لما بتيجي تقدم لحد بتحب تقدم الورد الصناعي ولا بتجيب ورد طبيعي؟ وهل انت لو هتجيب بيتس في بيتك، يعني هتجيب قطط او اي حيوان في بيتك، هتحب تجيب توي كده زي البيتس في بيتك، ولا هتحب تجيب حيوان يعطيك مشاعر، يضحك معاك، يلعب معاك؟ اكيد هتجيب حاجه تحس بالمشاعر معاها، وحاجه تحس بالتفاعل معاها. اخر حاجه بمناسبه الاي اي، عايزه اقول لك ان احنا البشر ان نافسناه من الاول. في فيلم ماشينا لشوارزينجر، المخرج اختار شوارزينجر عشان عنده لكنه كده المانيه، لكنه في الانجليش، عشان يعمل صوت الاله. وعايزه اقول لكم في فويس اوفرز اجانب بيقلدوا الاي اي وهم اللي بينافسوه. يعني مثلا تيجي تقول ايه: I'm not dateable، I'm not dateable، okay I'll return. الله so much ان احنا كبشر احنا اللي هننافس الاي اي. ما تخاف ابدا من الاي اي، شغلنا ان شاء الله هينتعش جدا كفويس اوفرز وكمدبلجين، لان احنا بنعطي للجمهور مشاعر وبنعطيهم احاسيس مش ممكن الاي اي يعطيهم المشاعر دي. فما تخافوش واطمنوا جدا، احنا اللي هننافس الاي اي، وهو التولز بتساعدنا نطور شغلنا مش العكس. كانت معكم مروه الابياوي، اشوفكم بكل الخير والحب. لو عجبك الفيديو ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، وما تنساش تكتب لنا في الكومنتير تحت ايه الاسئله اللي حابب ان احنا نناقشها المره الجايه. اشوفكم بكل الخير والحب.